معاكم مشاهد من الافتراس الأعنف على الإطلاق. عندك الشجاعة تتابع الفيديو كامل تابع، لكن لا تنسانا من اللايك والاشتراك حتى يوصلك كل جديد. أعجبتني الطريقة التي ضللت بها الغزالة ذلك الأسد لتفر منه، حيث أقنعته بأنها تتجه للمكان بينما كانت تتجه لمكان آخر. كان هناك شجار دائر بين هاتين الغزالتين، لذا استغل النمر ذلك الشجار وحاول الحصول على وليمة سهلة له، ولكنه كان مخطئا في تقديراته، حيث قاوم الغزال بقوة وتمكن من الفرار بعيدا عن المكان. عندما يكون الجاموس البري بمفرده بالتأكيد سيكون فريسة سهلة للأسود، خصوصا أن الأسد شرس جدا، ولكن عندما يكون قطيع الجاموس معا من السهل جدا أن يتغلبوا على الأسود، حتى إنهم قد يصيبونها إصابات بالغة بفعل القرون التي يمتلكونها على رأسهم، ولكن سبب قوتهم الأساسي هو اتحادهم معا. بالرغم من أن هذا المشهد قد يبدو مأساويا ولا أمل في النجاة لتلك الزرافة من براثن كل تلك الأسود المتعلقة بها وتحاول أيضا التهامها، خصوصا الذي كان يحاول التهامها من رقبتها، ولكنها في الحقيقة استطاعت النجاة والهرب بعيدا، طبعا حاملة كثيرا من الإصابات الشاهدة على تلك الحادثة. الغزال هو أفضل وجبة لدى التمساح، ولكن في كثير من الأحيان يفشل في اصطياده، خصوصا أن الغزال يتميز بالخفة والرشاقة وسرعة الحركة، ولكن عندما ينجح في القبض عليه لا يمكن أن يفلته أبدا، هو فقط ينتظر الوقت المناسب حتى ينقض على فريسته ويستمتع بها. عندما يقوم قطيع الحمار الوحشي بالمرور من النهر ضمن هجرتهم العادية، غالبا ما تستغل التماسيح الفرصة، فهي وليمة سهلة لم يقومون بالتخطيط المسبق لها، وقد أتت إليهم بسهولة، لذا فقد يفقد القطيع الكثير من الأعداد في تلك الرحلة الدموية. كانت تلك الزرافة تحاول أن تروي عطشها، ولقد كانت حذرة للغاية خوفا من أي شيء قد يحدث، ولكن التمساح استغل الفرصة المناسبة وقام بالهجوم عليها من قدميها، ولقد أصر على سحبها حتى وقعت على الأرض. لا أعرف في الواقع ما سبب النزاع، ولكن انظروا لوقفة الكنغارو على قدمين اثنتين فقط أثناء النزاع. يبدو أن كل من الكنغارو والكلاب لا يستظرفان بعضهما البعض. حاول هذا الأسد التسلل بخلصة لافتراس الحمار الوحشي، ولكن الحمار الوحشي هذا لم يكن خصما سهلا أبدا، فقد قاوم بشكل جيد، وفي النهاية تمكن من الفرار والنجاة بحياته. كان الحمار الوحشي هذا يمشي بحذر، ولكن فوجئ بالأسد أمامه، لذا فر مسرعا من المكان، وقد لحقه الأسد وتمكن من السيطرة عليه، وبالرغم من أنه كاد أن يموت، خصوصا أن الأسد يقبض عليه من رقبته، كان صديقه شجاعا كفاية للدفاع عنه وإنقاذه. إلى هنا أيها الأصدقاء ينتهي هذا الفيديو. قولوا لي هل أعجبكم؟ اضغط على زر الإعجاب إن كان كذلك، وأيضا اترك لي تعليقك بالأسفل ما أكثر شيء أدهشك فيما ذكرناه سابقا. وأيضا يا صديقي إن لم تشترك في القناة بعد اشترك الآن وفعل الجرس لكي نبقى على تواصل وتتابعنا بكل ما هو جديد. والآن مع السلامة.